وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي بارز أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تم تشكيلها أمس برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرت باحتجاز 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات المسؤولين السابقين. ومن بين المحتجزين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض سابقا، والأمير الوليد بن طلال مالك شركة المملكة القابضة، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، وبكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، ووليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC. وقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر سعودي قوله إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين في فنادق بالعاصمة السعودية الرياض، ومنعوا من إجراء أي اتصالات إلى حين استكمال التحقيق معهم. وأضافت أن حملة الاعتقالات شملت 49 شخصا في السعودية. في ليلة واحدة وبينما كان صاروخ حوثي يسقط في تخوم العاصمة السعودية، اعتقل 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين. الإعلام السعودي الرسمي قال إن الاعتقالات تمت بأمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد أمر الملك سلمان بتشكيلها في ذات الليلة برئاسة نجله وولي عهده. على قائمة الأمراء المعتقلين أسماء ثقيلة الوزن سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإعلاميا، منهم وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نجل الملك الراحل وأحد المرشحين لولاية العهد. أقيل متعب في ذات اليوم من منصبه الذي ورثه عن أبيه الراحل الذي لبث فيه بدوره عقودا طويلة. الحرس الوطني أحد الأجهزة العسكرية والأمنية السيادية في السعودية، ويقدر عدد قواته بقرابة 200 ألف جندي، واطلع عبر تاريخه بأدوار محورية في حرب تحرير الكويت وفي اليمن وفي مكافحة الإرهاب، كما يسهم في تأمين مواسم الحج. انتزاع المنصب الحساس من بيت الملك الراحل خطوة غير مسبوقة، ومع متعب اعتقل أخوه تركي القادم أيضا من خلفية عسكرية، والذي تولى إمارة الرياض في عهد والده الراحل قبل أن يعزله الملك سلمان بعد أقل من عام في المنصب. وجهت للأخوين ضمن عشرات آخرين تهم فساد واستغلال نفوذ. بذات التهم اعتقل ابن العم الموصوف عربيا بقيصر المال والإعلام الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا الإعلامية التي تضم 21 قناة تلفزيونية كانت تعد أحد روافع القوة الناعمة للسعودية. الحضور الاقتصادي للوليد بن طلال ليس طاغيا فقط، بل يرسم حتى ملامح الحواضر السعودية. يضاهيه إعلاميا سميه الوليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات العربية وMBC، أقوى الأذرع الإعلامية السعودية، فضلا عن وزراء حاليين وسابقين اتهم بعضهم بتهم فساد وتلقي رشا تتعلق بمشروعات توسعة الحرم المكي. استهداف أساطين اقتصادية وإعلامية بهذا الثقل ودفعة واحدة بقدر ما سيترك أثرا اقتصادية لم تتأخر كثيرا ملامحها الأولى انخفاضا على أكثر من مؤشر مالي سعودي، فهو أي هذا الاستهداف يطرح تساؤلات كثيرة. هل كانت فعلا ليلة قبض على الفساد كما وصفتها وسائل إعلام سعودية؟ يثقل الفساد كاهل الاقتصاد السعودي، ولكن في نفس الوقت يشكك مراقبون في كون الخطوة إصلاحية محضة، على الأقل بحكم حداثة تشكيل الهيئة التي أمرت باعتقال كل هؤلاء دون أن يتسنى لها منطقيا الوقت الكافي ولو لرسم دوائر اشتباه حول أي منهم. بالنظر إلى سوابق الأشهر الماضية، اعتبر كثيرون وقائع الليلة السعودية الفائتة تجريفا عميقا غير مسبوق لأعمدة النفوذ العائلية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي قد يخشى من أن يشكل بعضها عوائق أمام قطار تولية الملك الشاب القادم الذي لا يلوي على شيء فيما يبدو. استندت إجراءات الأشهر الماضية في السعودية غالبا إلى منطلقات وجيهة في أصلها، لكن منتقديها رأوا أنها وظفت إما في المسارعة نحو العلمنة غير المدروسة، وإما في التوطئة المتعجلة لنقل السلطة لولي العهد، وكلا الهدفين يضعف جدوى تلك الخطوات. الصراع المكتوم داخل بيت الحكم السعودي أشارت إليه وسائل إعلام كثيرة منذ أطيح بولي العهد السابق قبل أشهر،
ويبدو أن ملابساته بدأت تطفو إلى السطح، ولكن في وقت تفتح فيه المملكة جبهات صراع كثيرة إقليميا كان آخرها تفجير الوضع الهش في لبنان بالتزامن مع تلك القرارات الحادة داخليا. ولا يعرف وسط كل ذلك هل تقود السياسة السعودية الجديدة بلدها ومحيطها نحو الاستقرار أم نحو المزيد من المفاجآت الليلية. وقد هبطت مؤشرات الأسهم السعودية بأكثر من 1% في بداية تعاملات اليوم قبل أن تقلل خسائرها، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال. وتراجعت أسهم قطاع المصارف بنسب متفاوتة، بينما هوى سهم شركة المملكة القابضة بقرابة 10% إلى نحو 9 ريالات، وذلك عقب احتجاز رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، وذلك للتحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد. من جانبه قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد سيحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة ويعزز ثقة المتعاملين ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين.